بسم الله الرحمن الرحيم. هل فيديوهاتك فيها مخالفات؟ وهل فيديوهاتك عليها حقوق الطبع والنشر؟ وكيف تتأكد من هذا بأنه أحد فيديوهاتك أو بعض فيديوهاتك مثلا فيها مخالفة أو فيها حقوق طبع والنشر؟ كيف تتأكد من هذا؟ ندخل على استوديو يوتيوب. أبسط طريقة يعني في كثير قنوات بأنه في عندهم كثير فيديوهات وما يعرفون بأنه شو عليه مخالفات. كثير قنوات ما يعرفون بأنه شو عليه المخالفات على فيديوهاته. ندخل على الفيديوهات، طريقة بسيطة جدا، نضغط عليها، فتح لنا الفيديوهات. مثلا بعض فيديوهاتك فيها حقوق طبع والنشر وبعض فيها مخالفات. كيف تتأكد؟ إذا أنت ضغطت على هذه الفلتر وتنزل تحت مطالبات بحقوق الطبع والنشر، مثلا إذا ضغطت على مطالبات بحقوق الطبع والنشر يحولك على الصفحة الثانية إذا عندك مثلا فيديو فيها حقوق الطبع والنشر، هذا العين الأخضر شايفه يكون أحمر وعليه خط بعض مرات، ماشي؟ أو بعض مرات صاحب الفيديو ما يطلب بحقوق الطبع والنشر، ولكن هذا موجود بالصفحة المخالفات أو مطالبات بحقوق الطبع والنشر، ماشي؟ إذا الشخص ما طلب منك إرجاع الفيديو أو حذف الفيديو ولا يجي لك مخالفة 3 أشهر عن حقوق الطبع والنشر، مثلا هو ما طالب بحقه ولكن طالب بصيغة آخر المشاهدات أو الإعلانات أو الساعات كله يروح لصاحب الفيديو، وانت حاط على قناتك ومستني مشاهدات منه وتطلب من هذا وتطلب من هذا، وانت تشوف الفيديو فيديوين 3 4 هيك تنزل لتحت فيها بعض، يعني كل الفيديوهات أو فيديو واحد، يعني كم فيديو يمكن ما طالب حقوقها ولكن فيها حقوق آخر بأنه يطلب منك عن طريق اليوتيوب فقط الساعات والمشاهدات منك، ولكن ما رفع عليك دعوى حقوق الطبع والنشر، يعني ما عليه مخالفة عليك، ولكن المخالفة هو أنت تعبك راح فاضي أنت حاط فيديو شخص آخر بقناتك، ماشي؟ وكل ما في الأمر تأكد من فيديوهاتك هل في حقوق الطبع والنشر أم لا. يعني هذا الطريقة جدا بسيطة، يعني ما يحتاج أي شيء، فقط ادخل على الفلتر واضغط على مطالبة حقوق الطبع والنشر. إذا ظهر عندك الفيديوهات حتى إذا العين هذا يكون أصفر أحمر أي لون آخر، حتى إذا يكون مع عادي مثلا الفيديو عادي تشوفه بأنه هذا الشخص شو المطلوب منك. يمكن بعت لك الرابط إيميل عن جيميل وأنت ما قريته أو ما شفته أو ما ظهر عنك، تدخل على إيميلاتك تلاقي هذا الفيديو طالب فقط المشاهدات لصاحب القناة الأول وأنت حاط على قناتك وأنت مستني الساعات ومشاهدات وأنت تعبك يروح البلاش وفاضي، وصاحب القناة الآخر استفاد من الساعات والمشاهدات من قناتك، وأنت تدخل على هذا وتدخل على هذا، عمل لي مشاهدة عمل لي مشاهدة والمشاهدة راح لشخص آخر بدون ما تحس فيه. فقط اتأكد من هذا الطريقة وشوف أي فيديوهات موجودة بالصفحة الثانية هون أعمل عليها وأعمل له حذف نهائي وخلص منها. بهذا الطريقة أنت خلصت من حقوق الطبع والنشر وخلصت من الفيديوهات اللي أنت تتعب حالك عن طريقه. يعني في كثير الناس يجيب كاتب فيديوهات انستغرام فيديوهات، سناب شات فيديوهات، واتساب فيديوهات كذا وكذا 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 وكذا، يمكن بعض من الفيديوهات هذا فيها حقوق الطبع والنشر وانت ما تحس فيه. كل ما عليك هو أن تدخل على الصفحة وتتأكد من فيديوهاتك حتى تكون قناتك خالي من المخالفات بصورة صحيحة وانت متقدم عليه. إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات القادمة، ولا تنسونا باللايك والاشتراك من فضلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.